ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. الساكسين دواء الاوزمبيك، اعتقد ان في ناس كتيره سمعت عن الادويه دي، بس قبل ما اتكلم عن الدواء ده تعالوا احكي لكم قصه صغيره. احنا عندنا هرمون في الجسم اسمه الجي ال بي 1، مش لازم نحفظ اسمه قوي، بس هو الهرمون ده ليه وظائف كتيره جدا في الجسم. من ضمنها ان هو بيحسن كفاءه البنكرياس، وكمان بيحسن من جودته وبيحسن العلاقه ما بين الانسولين والسكر. فجت شركه ادويه كبيره جدا قالت طب ما تيجوا يا جماعه نعمل حاجه شبه الجي ال بي 1 دوت، يقدر يساعد مرضى السكر النوع الثاني، وقد كان. وعملوا لنا قلمين، قلم اسمه الفيكتوزا وقلم اسمه الاوزمبيك. الفيكتوزا والاوزمبيك دول قلمين بيبقى متعبي الدواء اوريدي جواهم والجرعات محسوبه، وبيتاخد حقنه تحت الجلد. الفيكتوزا مره يوميه والاوزمبيك مره اسبوعيا. المهم مرضى السكر النوع الثاني الشركه خدت بالها ان المرضى دول نفسيه الشهيه بتاعتهم عندهم بتقل وكمان بيخسوا. قال لك الله، طب ما تيجي نركز في الحته دي، يمكن نقدر نلاقي علاج لمرضى مرضى السمنه. وقد كان فعلا عملوا دراسات وابحاث كتيره جدا، ولو ان فعلا ان المرضى ممكن يخسوا، مرضى السمنه يخسوا على الدوايين دول، بس محتاجين جرعات اعلى. فعشان هي اصلا الالام دي محسوبه الجرعات، فعملوا قلمين تانيين، عملوا الساكسين ده بديل الفيكتوزا، وعملوا الويجوفي ده بديل الاوزمبيك. دول اللي موجودين لعلاج السمنه. الويجوفي مش موجود في مصر، يبقى عندنا مين؟ عندنا الساكسين. طيب نيجي نتكلم بقى على الدوايين دول، او هنتكلم عن الساكسين ده بالتحديد، لان هو ده الوحيد دلوقتي اللي في مصر اللي معترف من الاف دي اي. يعني الفيكتوزا والاوزمبيك لا، مش هم دي الجرعات ولا هم دول اسماء الادويه اللي معترف بيها من الاف دي اي، اللي هي منظمه الغذاء والدواء. يبقى عندي الساكسين ده وعندي الويجوفي اللي موجود بره مصر. مين اللي يوصف العلاج ده؟ الطبيب. طبيب التغذيه او طبيب الغدد هو الوحيد الموكل انه يكتب ويصرف العلاج ده. ليه بقى؟ لان انا لما بتجيلي حاله سمنه يا جماعه، انا مش بتعامل معاه اللي هو ورقه دايت عندي وهدوس على الزرار ومطبوعه اتفضل يا فلان اتفضل يا فلان. الطريقه دي بقت بلدي قوي، يعني ما حدش خلاص يا جماعه بيعمل الحركه دي. مفيش حاجه اسمها النظام عندي موجود الاسبوع الاولاني والاسبوع الثاني، خلاص ما حدش بيشتغل ده. دي بقت طريقه قديمه قوي. ده احنا بيجي لنا الحاله بنقيمه كله على بعض، بناخد منه تفاصيل وبناخد ونعمل له فحوصات ونعمل تحاليل ونعمل اشعه. انا ممكن اقعد زيارتين او ثلاثه، المريض بيجي لي احنا بس بنقيم الحاله قبل ما نبتدي نتكلم في الاكل بتاعه والنوم والكلام ده. فانا اللي بقيم. احنا يا جماعه بصوا، انا عايزه اقول لكم حاجه. احنا كدكاتره تغذيه عندنا حاجه اسمها جايد لاينز، عندنا حاجه اسمها بروتوكول بنمشي عليه. يعني انا عندي في خريطه كده واضحه في دماغي، خلاص بنمشي عليها. فانا بشوف انت فين من دول، ونبتدي نشتغل. ايه اللي ناقص نشتغل عليه، ايه اللي المفروض يتحسن. يعني انا عندي بيجي لي في عندي حاجه كده انا بشتغل عليها، مش ببقى شغاله مع نفسي. خلاص تمام. فانا بقيم الحاله. يجي عندي العلاج الدوائي حسب البروتوكول بتاع الجايد لاينز اللي احنا ماشيين عليها. ده بيجي عامل مساعد. لايه؟ عامل مساعد لحاجات كتيره قوي، يعني 1 2 3 4 كده، وبعد كده نبتدي ندخل بالعلاج الدوائي. العلاج الدوائي لا يلغي الخطوات اللي فوق. ايه الخطوات اللي فوق؟ الاكل، الرياضه، نظام حياتي، الكافيين والسكر اخبارهم ايه في حياتي، الاسترس، النوم، علاقتي بنفسي. تخيلوا كل ده داخل في ان انا هقدر اخس ولا لا، او ده هيقدر يساعدني انزل في الوزن ولا لا. لما بشتغل على الحاجات دي يبتدي في حاجات عندي ممكن الدواء يدخل يساعد، تمام. لكن هو لا يلغي ابدا ان انا اشتغل على نظامي الغذائي، اشتغل على رياضتي ونومي وهكذا. لان في ناس بتروح تاخد الدواء عشان تلغي ده، بديل لده. هو مش بديل لده، هو عامل مساعد، وياتي تاثيره رقم 4 او رقم 5 كمان في الجايد لاينز اللي احنا ماشيين عليها. طيب الدواء ده دواء زي ما قلت ان هو شبه هرمون عندي في الجسم، فهو بيشتغل على حاجات كتيره جدا. بيشتغل على المعده، وبيشتغل على هرمونات الجوع والشبع. يعني هو بيدخل يشتغل ايه مع اللي داخل، مع اللي شغال جوه، تمام. فبالتالي هو ليه تاثيرات على الجسم كله، ليه اعراض جانبيه. ممكن ببساطه جدا انا لما اقيمك اقول لك لا انت مش هتقدر تتحمل الاعراض الجانبيه. في حالات ممنوع عنها الدواء اصلا، فانا لما اقيمك اقول لك على فكره انت الدواء ده ما ينفعش معاك. ممكن بعد ما تاخده ابص الاقيك، لما اجي اقيمك كده بعد 3 شهور ابص الاقيك ايه ده انت ما خسيتش، يبقى الدواء مش شغال معاك. ايوه في ناس الدواء مش بيشتغل معاها. طيب انا بفهم الحاله كل حاجه. منها بقى ايه؟ الكوست، السعر. عشان نبقى صراحه مع بعض، الكلام ده من الشركه تحديدا، يعني من شركه الادويه اللي مطلعه الدواء ده، عشان يا جماعه ما حدش يسرح بيكم. الدواء ده معمول ان هو يستخدم مدى الحياه، مدى الحياه.
عشان في ناس بتروج له، في دكاتره او في اخصائيين تغذيه بيدوا المرضى العلاج ده عشان يشوفوا نتيجه سريعه، وطبعا المريض يبقى فرحان بقى انه نزل في الوزن وكده، ويقول له ايه ده احنا نخس بس شويه وبعد كده نعمل نظام تثبيت. الكلام ده ما بيحصلش. اول ما بتبطل الدواء شهيتك بترجع تاني يوم اكتر من الاول، وممكن يبقى عندك كمان تغير في behaviors، في سلوك معينه، يجي لك حاجات ما كانتش عندك. يعني في ناس مثلا كانتش بتحب الحلويات، خدت الدواء بطلت الدواء لقيت نفسها بتحب الحلويات جدا، ودي حصلت حقيقي. فالدواء ده معمول ان هو يتاخد مدى الحياه، زيه زي علاج الضغط، زي علاج السكر. فما حدش يضحك عليك ويقول لك ناخده نخس شويه وبعد كده نوقفه، لا، مفيش حد ابدا، لا من تجارب الناس اللي احنا اشتغلنا معاهم قالوا ان ده نفع، ولا الشركه اللي مطلعه الدواء قالت ان ده نفع. النقطه بقى المهمه جدا السعر. اول حاجه ان هو السعر الرسمي في الصيدليات الرسمي، وخلي بالك هو شائع اصلا في السوق، 1400 جنيه 1350 جنيه، ده السعر الرسمي، وكمان معروف ان هو هيزيد، وبيتباع في السوق السوداء ليوصل ل 4 و5000 جنيه، وده من ناس شغاله اوريدي في الحاجات دي. انا هحتاج كام قلم استكسنتا؟ هحتاج، لو انا خدت الجرعه كامله هحتاج 4 اقلام، يعني انا بتكلم في مينيمم 6000 جنيه في الشهر. 6000 ده ايه لو هتاخده بالسعر الرسمي ولو لقيته. ده انا بتكلم ليه؟ عشان يا جماعه الدواء ده انا مش بهاجمه، بالعكس هو دواء مهم ومهم جدا في السوق، السوق المصري والسوق العالمي على فكره، بس لحالاته انا اللي اقيم هو ينفع ولا لا، يشتغل ولا لا. انت ينفع تاخد الدواء ده؟ لا، ولو هتاخده بشروطه، هتاخده تبقى عارف كل حاجه. لكن ان انا اسيبها مفتوحه كده لا. الناس سمعت بقى ان فيها دواء، وخاصه ان كمان الناس اتعودت في مصر على الرمرمه. يعني انا كانت بتجيلي كميه شرايط ادويه مضروبه تحت السلم، لا مكتوب عليها مكونات ولا مكتوب عليها اسم، شرايط ابيض من ورا ما فيهاش اي حاجه خالص، وحاجات مستورده من الصين، وحاجات بالافات. ناس كانت بتدفع الافات في ادويه تعبانه، فلما قال لك الله ده دواء رسمي اهو ودواء كويس ونزل في الصيدليات، فالناس راحت جابته وخدته واستخدمته، بقى لا عارفه يستخدم ازاي، ولا ينفع معاه ولا ما ينفعش، ويشتغل معاه ولا ما يشتغلش، هيأذيها ولا مش هيأذيها، هيجيب نتيجه ولا مش هيجيب. فالناس عكت الدنيا، فالناس بقى طلعت تشتم في الدواء، وناس طلعت قالت لك لا ده دواء مش كويس، وفي ناس دلوقتي بقت تحتكر الدواء. بصوا يعني مهما احكي لكم مش هوصف لكم الواقع. الدواء مهم لحالاته، لكن وما يلغيش ابدا لا الرياضه ولا الاكل، ان انا اشتغل على كده. طول ما انا مش مغيره ده، والله لو جبت ايه مفيش دواء هيساعدني، مفيش حاجه هتساعدني. انا اللي لازم اساعد نفسي، انا اروح اشوف انا ناقصني ايه واشتغل عليه. الحاجات دي اشتغل عليها، اشتغل على اكلي، اشتغل على شربي، اشتغل على رياضتي، على ذهني، الحاجات دي. وبعد كده لو الطبيب حس ان انا محتاج العلاج الدوائي بكل، بعد ما اعرف كل حاجه وطلع فعلا مناسب ليا واقدر استخدمه لحالتي، ساعتها بستخدمه. فارجوكم بلاش، خافوا على صحتكم يا جماعه، اللي بيروح مننا ما بيرجعش. مفيش حاجه ابدا تلغي النظام الغذائي السليم. وعلى فكره فكره الدايت اللي كانت بتخوف زمان والورقه وممنوع ممنوع، ما بقاش فيه الكلام ده دلوقتي، كل حاجه متاحه. بنعلمكم ازاي تاكلوا وتشربوا، بنعلمكم ازاي الدنيا تعملوها ازاي، بنساعدكم خطوه بخطوه. ما بقاش فيه الشغل بتاع زمان والتخويف والهجوم والحاجات، لا ما بقاش الكلام ده، بالعكس احنا بنحاول نساعد الناس حوالينا والدنيا حوالينا. وان شاء الله باذن الله يعني اتمنى ان الفيديو ده يساعد في نشر الوعي، ويقلل شويه من الاستهلاك الغير مفيد للادويه، وناخد بس الادويه وما ناخدش اي بنفيتس او اي فوائد من العلاج الدوائي للسمنه. ولو في اي سؤال طبعا انا تحت امركم، هجاوبكم في الكومنتس. باي باي.